صباح الخير وهلا والله بالجميع. اليوم كان 17 أيار اليوم العالمي للمتاحف بلبنان. أخذنا العيلة وحملنا حالنا ونزلنا. هيدا مدخل المتحف. بنبلش بالطابق الأرضي، هن 3 طوابق. الطابق الأرضي اللي بيتكون من كتير أثارات موجودة بقلب المتحف. هون في عنا هدول الفخارات، في كتير أشياء موجودة. هدول هون هيدا لوحة الموزاييك موجودة بالأرض. هدول بتعرفوا شو هن؟ مدافن كبيرة كتير. كان الأشخاص كتير طوال، ما بعرف كيف من قبل كانوا هالأشخاص كتير كبار. هذا كمان مدفن بعتقد روماني، والنقوش موجودة عليه تطلعوا. هذا كمان مدفن روماني كتير كبير. كانوا من زمان يدفنوا، والشخص بعتقد هذا مدفن لشخصين، رجل وزوجته، كانوا يدفنوا ويحطوا ينحتوا وجوههم أو أجسامهم عليهم. بنفوت لجوا على القسم الثاني، كمان تماثيل رومانية وفينيقية. هون في كان شيء مثل إذا بتتذكروا هدول السمك المنقوشين بالحجر. كمان تماثيل، كمان هون لوحات موزاييك كبيرة. هدول الفسيفساء أو الموزاييك وما بعرف شو هدول، بيجوا كانوا يشتغلون مثل ما شايفين أيام زمان. بنكمل كمان، يعني المبدأ إنه كله المتحف عبارة عن آثار رومانية وفينيقية، وعصور مرقت على لبنان. هذا مدفن مفتوح. بفوت على القسم الثالث، هذا كلنا بعدنا بالطابق الأرضي كله. هيدول الأثارات لك، وهيدي اللوحة كتير كتير كبيرة. هدول الأثارات موجودة بالمتحف الوطني اللبناني بمنطقة المتحف. تعرض هذا المتحف لكتير كتير، يعني بأيام اللي قطعت الأيام زمان. واللي عم يحضر الفيديو بيعرف هذا الشيء. تعرض لكتير يعني ضغوطات وكتير قصص صارت، وكان خطوط تماس بين منطقة ومنطقة تنذكر وما تنعاد. بعد شوي رح تسمعوا بالفيديو اللي كان موجود في مدام بتكون موجودة، وبتصير بتحكي عن الأثارات الموجودة بقلب هذا المتحف. المتحف هو عبارة عن أثارات موجودة من كذا محل، من عنا من لبنان، من جبال جايبينهم. لكن هالنسر شو حلو. من جبال، من صور، من صيدا، من بعلبك، من كذا مراكز تراثية موجودة عنا بلبنان. نجابوا هدول القصص ونحطوا بقلب المتحف الوطني. هو بالأيام العادية دخولية المتحف منا غالي بعتقد. بس كان هذا النهار مجاني للكل. كان في كتير عالم عم تجي لحتى تتعرف على تراث لبنان. كان عالم من لبنان، من عالم من أوروبا، من يعني عالم عرب. فكانوا عم يجوا ويتفرجوا وبياخدوا فكرة عن اللي عم بيصير. هلا رح نروح في قسم ثالث، في قسم رابع عفوا من هديك المال. ببين شايفين في طابق سفلي كمان تحت الأرض، وفي الطابق الأول هو فاضي حاليا. هلا بلكن ليش فاضي. الطابق الأول مثل ما شايفين هون كمان في أثارات كمان كتير حلوة. هيدا القسم الرابع من ميلة جوا، كلها أثارات. هون في أشخاص جايبين أولادهم عم بيتفرجوا. أنا أولادي كانوا كمان عم يبرموا يتفرجوا. لحتى أرجع لكم إنه بالطابق الأول الأثارات شايلينها كرمال صار في أزمة بلبنان. بوقت هيدي الأزمة شالوها وخبوها. هلأ المدام رح تحكي عنها بعد شوي. شالوها وخبوها،
وكرمال ما تنسرق وما يصير في تطلع لبرات لبنان وياخدوها العالم أو يصير في عليها بيع ويبيعوها بمصاري كتير. يعني بتعرفوا انتوا الأثارات تنباع بكتير مصاري، فتخبوا في شخص هو المسؤول عن المتحف خباها. وهلا حاليا عم بيجربوا هيك مثل يعملوا عليها روتوشات حتى يرجعوا يعرضوها، بيكونوا خلصوا المبنى الاول، الطابق الاول فوق وبيعرضوها. هلا هيدا الشخص هون هو شخص بال95 هذا الشخص احترق. هلا المدام رح تحكي عنه. احترق هيدا مثل ما شايفين محروق. وجربوا يرجعوا تركوه مثل ما هو كآثار قديمة موجودة عليه لحتى العالم تشوف انه شو كان يصير. قصص وازمات بلبنان مرقت على هالمتحف وعلى هالبلد وعلى على الشعب اللبناني اكيد كمان. هلا رح اترككم مع المدام واسمعوا شو قالت. هالوقت قبل ما يبلشوا بفوتوا كان في مدير الآثار اللي اسمه موريشنا، اللي قوام قرر ياخذ كل القطع الصغيرة اللي كانت بالطابق الأول حطها بعلق وخباها بالطابق السفلي. كل الناس تفوت تقول بطل في شيء بالمتحف، كل شيء انسرق. بالوقت اللي